احيانا بتكون في شعوب عايشه وبيعملوا حركه وبيعملوا ثوره وبعدين يتم معايرتهم. طب ما انتوا يعني ما مبارك كملوا، ما كيلو البطاطس كان بربع جنيه واللحمه كانت ب 30 جنيه. اتملعنتوا على البال اللي هو اتملعنتوا على مبارك، كلام اللي هو تقريع وتأنيب ويحسسك ان انت مجرم. طب يا باشا انا عملت ثوره على مبارك علشان وضعي يبقى افضل، لان كنت شايف حاجات مش عجباني. دلوقتي بقى في حاجات مش عجباني اكتر، فده السبب ادعى للثوره. فانا عايز اتكلم معاك في فكره الثوره او الحراك او تغيير النظام رفاهيه ولا ضروره حتميه اكتر من ايام مبارك. حتى لازم الناس تفكر شويه، يعني تقف وتفكر شويه في الموضوع. بدايه الموضوع، هل انت حر في حياتك؟ ربنا خلقك حر، ربنا خلقك انسان وليك حقوق. هل المفترض ان انت لما حد بيغتصب منك حقوقك دي اللي ربنا اديها لك تسكت ولا لا؟ دي بتفرق من انسان لانسان حسب تقديره لقيمه الكرامه، قيمه الحريه، ودي حاجه محدش يقدر يعلمها لحد احد. هل ما قيل على حسني مبارك ان انا بقول ان جزمته برقبه السيسي غلط ولا صح؟ انت كنت تقدر تفتح بقك ايام حسني مبارك؟ مفيش يا جماعه. الراجل قال له اتقي الله، اترمى 14 سنه في السجن. احنا يا جماعه مش، انا اسف يعني، احنا مش بهايم بنشوف لا ده كان بيديني علف اكتر. احنا حقنا نعيش احسن من كده بكتير. المشكله واحده اللي هو حكم العسكر. بيظهر بقى بعضه قاسي جدا وبعضه قاسي بس وبعضه، لكن هو ممنوع يا جماعه ان احنا نعامل كالدواب. يعني اصل هو ما رضاش يعمل لنا، مش يعني ما رضاش. قعد 30 سنه يحكمك، انت موافق مش موافق بيحكمك. يبقى المفارقه او المقارنه ما بين اصل نظام مبارك كان كويس وانتوا عملتوا ثوره خدتوا ايه؟ لا، انا عملت ثوره، جبت برلمان، عملت دستور، جبت رئيس، ده اختياري، ده نتاج حراكي، ده نتاج ثورتي. لو استمرت التجربه دي لفتره اقدر احكم عليها، يعني 5 سنين دوره رئاسيه، 4 سنين ولا سنه 10 سنين، ولا اجي اقيم. انما عملت حراك ثوري، تغيير، غيرت في النظام السياسي وبادئ علشان اول مره كان ميزان المدفوعات من 57 سنه يبقى بالايجاب في مصر مش بالسالب. اول مره في عهد محمد مرسي السنه دي، ورجع بعد كده بقى بالسالب يا جماعه من لحد دلوقتي عادي. فلو عندي الفتره اللي اقيم فيها اداء نتاج الثوره احط مقارنه. انما حكم عساكر وحكم عساكر كان بيتقال على مبارك انه الكنز الاستراتيجي لاسرائيل ده من حاخام اسرائيل الاكبر، ودلوقتي عبد الفتاح السيسي بيتقال له من نتنياهو اجلس واصمت، اعمل اللي عليك، يلا اللي انا ما تتكلمش يلا. فانا بقارن بين دول. طب ما هو دول زي ما بيقولوا الفلسطينيه فخار يكسر بعض، اللي هو ايه؟ مانيال من زفت لميت غمر. انا مالي؟ انا لا ده بيخصني ولا ده بيمثلني ولا ده نتاجي ولا ده اختياري. انا كان اختياري النظام اللي جه بعد ثوره يناير، حتى لو انا ما كنتش عايز مرسي، بس البروسيس اللي هي الآلية دي بتاعتنا احنا، اللي هي الديمقراطيه. انا اقول له امشي يا ريس، انزل يا بقى، اطلع واعمل برنامج انتقد. ديمقراطيه يا جماعه، حريه. انما المقارنه دلوقتي ما بين مبارك والسيسي، طب انا اخترت مبارك ولا انا اخترت السيسي علشان تيجي تقول لي والله ما كان حلو والدنيا كانت ماشيه؟ كان برضو قمع واسرائيل وتآمر والكلام اللي بالكم فيه ده. في عندنا 30 سنه الراجل ركع البلد برضه ايام مبارك 100,000 معتقل، وكان 30 سنه ركع البلد، يعني مش هنضحك على بعض. وكان في تعذيب وكان في واحنا نسينا الفيديوهات بتاعت الشرطه بتاعت الاقلام والعصيان فيعني لا، اصل هو كان بيحط العصايه ارفع من اللي يحطها، يعني حاجه بصراحه في منتهى يعني انا بشوف اللي بيتكلم كده بيفتقر الى القدر المناسب من الكرامه. طيب احنا بنتكلم عن حتميه الثوره علشان تعيش مواطن حر وكريم في بلد عظيم. لو دول مش موجودين وحتى نتاج الثوره هو اللي بيحكم، فانت محتاج تحقق ده على ارض الواقع. محتاج تتحرك تاني علشان تعيش مواطن محترم وكريم وراسك مرفوعه في بلد عظيمه.
ليه؟ لأن مصر بلد عظيم. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر. ثورة المفاصل جاية تقضي على كل فاجر.